يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، امسك معايا يا عزيزي المشاهد كوباية شاي 50 واقعد في حتة طراوة، عشان الكلام اللي هنقوله محتاج دماغ ذرية وصبر أيوب على بلد مش بتسيب حد في حاله. لما تسمع كلمة جيتو تلاقي فجأة دماغك حدفت على بره، على بلاد الفرنجة. تخيل سور عالي، بوابات حديد، وعساكر مكشرين عمالين يفتشوا الرايح واللي جاي. هناك في أوروبا ومن أول القرن ال11 كانت النية مبيتة لليهود. تعالوا كده يا حلوين، احنا هنعمل لكم حته معزوله على مقاسكم، عشان انتوا ببساطه شديده في نظرنا ناس اقل شأنا وما ينفعش تختلطوا بينا. وفضلوا يجرجروا في الموضوع لحد ما عملوا اول جيتو يهودي في اوروبا رسمي بختم النسر الايطالي في روما سنة 1856. حاجة كده ببساطة شبه الكومباوند، بس ما فيش فيه لا حمامات سباحة ولا لاندسكيب، مجرد سجن شيك بيعزلوهم فيه عن باقي أفراد المجتمع. لكن وحط تحت لكن 18 خط باللون الأحمر. لما نيجي ناحية المحروسة مصر الكلام بيتغير والكتالوج بيتحرق في أقرب مقلة لب. مصر يا سيدي مفيش فيها حاجة اسمها عزل أو إجباري، إلا لقمة العيش وطابور العيش اللي دي ليها طعم مختلف. وخلطة السرية والسحرية للمصريين ببوظ أي نظريات معلبة جالنا من بره. النهاردة هنتكلم ببساطة عن حارة اليهود في مصر أو الجيتو اليهودي في مصر. لكن قبل ما نحكي حكايتنا فضلك لو المحتوى بتاعنا بيعجب حضرتك اما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد. ويلا بينا نحكي الحكاية من أول. من أعماق التاريخ ومن بين الشرق والغرب نروي لكم أمجاد العصور مع بدوي. حارة اليهود في مصر عندنا عمرها ما كانت سجن أو لها سوق، ولا يجرؤ حد يقول للتاني أنت ساكن هنا غصب عنك. الحكاية ببساطة كانت كلها سبوبة جميلة وجيرة وعيش وملح وعشرة وشوية ناس جمعتهم الظروف في حتة واحدة. طب تعالوا نغوص في حواري القاهرة الساحرة ونشوف ازاي قلبنا الجيتو لقعدة مساطة بس، وورش خراطة وصواغة وذهب وحواري وقهاوي ما بتنامش الليل. طب يلا نخش في الغويط عشان نبقى على نور من الأول. حارة اليهود عمرها ما كانت زقاق ضيق لو دخلت فيه تتزنق. دي غفلة من غفلات التاريخ المصري وتسمية مجازية بحد حي كامل متكامل. شبكة معقدة في شوارع وحواري المحروسة في سرة البلد تجمع ما بين حاجتين، ما بين القاهرة الإسلامية المآذن والجوامع، وما بين القاهرة الخديوية بعماراتها وشوارعها اللي شبه باريس. يعني من الآخر قاعدة في مركز الكون التجاري والاقتصادي لمصر. كمان اليهود في مصر ما كانوش عايشين في برج عاجي لوحدهم. انت لو دخلت الحارة هتلاقي عم أحمد المسلم فاتح دكانة الفول جنب عم جرجس المسيحي اللي بيصلح الساعات، جنب الخواجة صروف اليهودي اللي بيقيس القماش وبيفصل. الحارة كان كوكتيل مصر بامتياز. الارتباط بالحارة ما كانش أبدا عقائدي أو سياسي، كان مرتبط بحاجتين مالهمش تاني. أولا الدخل على قد ليه، يعني الجيب ناشف والظروف صعبة وعايزين حتة سكن حنين محندق يلم العيال. تاني حاجة وببساطة هي القرب من أكل عيش. الصناعية والحرفيين بتوع الصاغة اليهود اللي شغالين في الذهب والفضة كان عايز ببساطة يفتح عينه يلاقي نفسه جنب شغله جوه ورشته، مش لسه هيركب ترام ويجري ورا حنطور. وده بمنطق اليهودي يحب يوفر. الموضوع دايما كان ماشي بنظام، معاك قرش تسوى قرش، معاكش قرش تسكن في دار بنسية. الحارة نقدر نقول إن كانت محطة محورية أو فترة انتقالية في حياة أي عيلة يهودية جت مصر. الخواجة ببساطة كان بيبدأ حياته في أوضة صغيرة أو شقة بسيطة محندقة في الحارة. كان بيشتغل في الحارة أو يفصل قماش ويمشي حاله بالقرش والمليم لحد ما يقف على رجليه. أول ما ربنا يفتحها عليه والقرش يلمع في إيده ويجري تلاقيه شد الرحال، يسيب الحارة بتاعت اليهود ويطلع على عابدين أو باب اللوق أو باب الشعرية. يعني ببساطة أول ما يشم نفسه يطلع له شقة واسعة بسقف عالي وفي مكان أنظف وأرقى. ما هو القرش لعب معاه وبقى ملك السوق. وهنا نقدر نقول ان الطموح ما بيبقاش له سقف. يطلع على العزبة او العباسية او مصر الجديد عشان يعيش في الفلل والقصور جنب البشوات والوجهاء بتوع مصر. يعني نقدر نقول ان حارة اليهود كانت مصفى، الغني بيطلع فيها لفوق والغلابة قاعدين تحت مع بعض بيونسوا بعض، وكل واحد فيهم بيبقى مكتوب على جبهته يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طب يلا بينا نروح للبيزنس والتجارة. يهود الحارة ما كانش يحب يقعد في الحارة من غير شغل ولا مشغلة. التجارة عند اليهود شطارة والنشاط بيبقى مركز في حاجات أساسية مفيش أي بيت في الحارة بيستغنى عنها. الأقمشة، الورق، الأدوات الكهربائية، الذهب، الفضة. يعني أي حد ببساطة بيجهز بنته أو ابنه لازم يعدي على الحارة. بقى لما نيجي للستات وجدعنة الستات، الست اليهودية في الحارة ما كانتش بتقعد تندب حظها تستنى المصروف أو تلطم على خدها. كانت شعلة نشاط حركية
ومصنع إنتاجي متحرك في البيت، صناعة الحلويات والمربى، تلاقي البيوت ريحتها سكر معقود وفراولة وتين من أول الشارع الآخر. نيجي بقى لتقطير مية الزهر عشان المحليات والرز بلبن بتاع زمان، حاجة كده تظبط الدماغ. نيجي بقى للحياكة والتفصيل، الست من دول كانت تقعد على مكنة الخياطة تطلع فساتين وبرقع وملايات لف، تخلي بنات الحتة كلهم آخر ألاجة ووجاه. طيب يلا بينا اليوم السبت ونشوف إيه اللي بيحصل فيه. يوم السبت في حارة اليهود كان طقوس تانية خالص تتأمل فيها. الحارة كان فيها طائفة اسمها اليهود القراؤون، ودول ناس دغري ما بيمشوش غير ورا نصوص التوراة وبس، ما بيعترفوش بأي حاجة تانية. النظام عندهم كان يوم السبت عطلة كاملة متكامل. طب والعمل في الأكل والشرب يا خواجة هنعمل فيه إيه؟ كانوا يطبخوا يوم الجمعة بالليل، ويوم السبت يقضوها وجبات باردة، يعني حتة جبنة على زيتونة على عيش ناشف، وطبعا المطبخ متشمع بالشمع الأحمر. تلاقي الحارة هص هص، مفيش دكانة فاتحة، مفيش ريحة تقلية، كله مأنتخ في السرير، سبات كامل، حالة كسوف روحي مؤقت. طب يلا بينا نعد المعابد اليهودية اللي كانت في الحارة زمان. نقدر نقول إن حارة اليهود كانت شايلة جوه جدرانها وجنباتها 11 معبد يهودي. تخيل الرقم عزيزي المشاهد، حي واحد في 11 معبد يهودي. ألاعيب الأيام وغدر الزمن صفاهم، ما بقاش منهم غير 3 أحياء، 3 معابد يهودية بس في حارة اليهود. بس نقدر نقول إن هم واقفين بعافية يشهدوا على اللي كان. ومعاهم ملجأ خيري للمسنين كان اسمه راز رحمين اسحاق ليشع، وده مكان ببساطه بيلم العواجيز اللي مالهمش حد، في لفته انسانيه بتاكد ان الرحمه ملهاش دين. طب تعالوا نشوف ال3 معابد ونشوف حكايته. اول معبد هو معبد ابن ميمون او راب موشي، وده اكبر معبد في حاره اليهود، مبني على مساحه 600 متر مربع، يعني بزماننا ده ومقاييسه حته ارض محترمه تعمل لها كم عماره. المعبد ده اتبنى بعد وفاه الفيلسوف والطبيب اليهودي المصري موسى بن ميمون. الراجل ده ما كانش اي كلام، ده كان الطبيب المقرب للسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، يعني بيكشف على الراس الكبيرة في مصر وبيداويها بتراكيبه. والمعبد ده طبعا بالنسبة لليهود في مصر كان له قدسية خاصة، كانوا الناس بيجوا يتباركوا بمرقد موسى بن ميمون داخل المعبد. المعبد الثاني ابو حايم كابوسي، وده مستخبي جوه دار بن سيف، حته من حواري الحرم الضيقه. والمعبد ده في يوم من الايام كان له ناس يمرديه، وبابه المقفول كان بيحكي قصص وصلوات وتضرعات في يوم من الايام. المعبد الثالث هو معبد بار يحيي، وده بيقع في شارع الصقالمة. اسم الشارع لوحده ويرجعك لأيام المماليك. معبد صامت وسط محلات الاكسسوارات الحريم، كأنه بيتفرج على الدنيا وهي بتتغير من حواليه وبيستغرب المدن الجديدة في مصر. لو سألت أي حد من الحارة بتاعت اليهود في مصر يعني ايه أوديش قدام، بس هم اللي هيبصوا لك بابتسامة حنينة. الأوديش ده بصراحة هو المجمع الخاص بإيواء فقراء اليهود جوه الحارة، يعني ببساطة سكن اجتماعي أو بيت عيلة معمول للناس اللي ظروفها تحت الصفر. الحارة بتاعت اليهود في مصر كان فيها أكتر من 10 أوديشات، والأوديش ببساطة كان مبنى مربع الشكل جواه حوش في النص وعبارة عن طبقين، وعلى داير الأوديش في كل دور بنلاقي مجموعة من الغرف الضيقة جدا. الأيام لفت وجت وراحت، ودلوقتي تحول الأوديش لحاجة تانية خالص. شوية منهم سكنها الأهالي المسلمين والمسيحيين، وشوية اتحولوا لورش خراطة وتشكيل معادن، تعمل لهم صفقة بسيطة كده وتغير ملامحهم لورش. تدخل الأوديش النهاردة تلاقي فيه زن وصوت مكن وشرار بيطير، بعد ما كان في يوم من الايام في صوت عيال بتلعب وستات بتندب. ملحوظه على الهامش، الغريب والمدهش في الموضوع بتاعنا ان لحد قريب، لحد وقت بسيط جدا قريب، كان في 4 أوديشات في الحاره لسه موجودين ومقفولين، والجاليه اليهوديه في مصر كانت بتدفع ايجارهم بانتظام كل شهر. غرف مهجوره ما فيهاش غير التراب وريحة زمان، لكن إيجارها ما كأنهم سايبين رجل في المكان أو مستنيين حد يرجع يفتح الباب ده من تاني. النهاردة تتمشى في الحارة تفرش عينيك يمين وشمال، تتملى في الوشوش تدور على الخواجة شالوم أو الخواجة موشي أو الخواجة صروف، مفيش. ما بقاش أي حاجة في مصر تدل على إن الحتة دي كان اسمها حارة اليهود، غير حاجة واحدة بس موجودة على البيوت اسمها نجمة داوود السداسية، ودي مشغولة بالحديد كريتال على بوابات الحارة والبيوت المتهالكة فيها. النجمة دي مصدية والدهان مقشر، والبيوت نفسها واقفة على شفا الانهيار. أصحابها سابوها في الفترة ما بين 1948 و 1967. الناس دي مشيت وسابت وراها ذكريات وتاريخ وحرف. الحرفيين من يهود الحارة كانوا أساتذة ورؤساء أقسام في صناعات كتير، صناعة الذهب
صناعة الفضة، التشكيل ده دقيق جدا، محتاج عين صقر وصبر أيوب. صناعة الأحذية، اليهودي المصري كان يصنع الحذاء يطلع قطعة فنية. مواقد الغاز، البواجير، صناعته وإصلاحه وترميمه، وده كان عصب البيت المصري. صوته كان رنان يطمن العيلة إن في أكل لسه بيستوي. ترميم الأساس، غاز، البواجير. اليهودي من دول يمسك حتة الخشبة الميتة يرجعها في لمح البصر تلمع وتبرق وتبقى جديد. كل ده اتبخر مع طيارات السفر والهجرة والرحيل من مصر، وساب البيوت والحديد والتاريخ والذكريات بتصارع فوق الأبواب العتيقة. المدهش في الشخصية المصرية إن المكان ممكن يغير جلده 100 مرة، بس الاسم بيفضل لازق بغيرها. الحارة صمدت باسمها وفضل اسمها حارة اليهود، ما اتغيرتش ولا غيرها قانون ولا قرار محلي. السكان بتوع زمان سابوها مش، والجيل الحالي ما يعرفش عنهم غير حكايات الافلام والمسلسلات. سكان الحاره الحاليين سواء مسلمين او مسيحيين ناس غلابه وطيبين وشقيانين بيجروا على اكل عيشهم في حارات غير ملامحها. الشوارع اللي كانت زمان هاديه وفيها صلوات السبت بقت النهارده سوق مفتوح لكل ما لذ وطاب من بضائع الصين، اكسسوارات، توك شعر، لعب اطفال، ادوات منزليه، ملابس. الزحمه هناك ما تعرفش تمشي على رجلين. الصوت العالي للبياعين ب2.5 و5 جنيه ضغط على همس التاريخ، لكن يظل الاسم حارة اليهود. هو اليافطة اللي بتفكرنا ان مصر كانت حلة كبيرة بتاخد كل المكونات وتسويها على نار هادية عشان تطلع في الاخر طعم مصري خالص ملوش مثيل في العالم كله. وفي النهاية يا حبة عيني، تروح حالة اليهود وتيجي تلاقي نفسك قدام حقيقة واضحة زي عين الشمس، ولا بتستسلم لأي كتالوج جاي من بره أو جيتو يتم فيه تعذيب السكان وقتلهم وسفك دمهم. الكتالوج ده جه عندنا هنا اتفركش ببساطة وتحول لورش خراط وصاغة ومحلات اكسسوارات حريم. احنا ببساطة شعب بيطلع التاريخ في الآخر شاي كشري مظبوط على مية بيض محطوطة على الأبواب. سابوا وراهم حارة ما بتنام، حارة بتعلم الدنيا بحالها ان العيش والملح والجري ورا لقمة العيش والاجتهاد في الشغل اقوى من اي شيء وابقى من اي فتنة او جدران عزل. حارة اليهود هتفضل في مصر باسمها ده شاهدة دايما على ان مصر كانت ملاذ للغلابة ومجمع صنايعية. مفيش اي قوة في الارض تقدر تغير هويتها الطيبة الساحرة اللي بتقابل الزمان بضحكة عالية وكله رايح يا عم الخواجة. وما يبقاش غير الصنعة الشاطرة والكلمة الحلوة. ونشوفكم في حارة تانية أو قصة تانية من فزلكات وحارات التاريخ المصري القديم في برنامجكم مع بدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.